واحد زي ابراهيم سعيد في الشوط الثاني مع الناس بتوع كايزر دول اللي بينطلقوا وعندهم قوه، فيبقى خط الوسط عادل مصطفى كويس وحسام غالي كويس جامد يعني، وابراهيم سعيد جامد، لكن ناقص بقى الكتره العدديه. يعني كده مستر جوزيه صلح من اداء خط وسطه اهو الدفاعي اللي كان كايزر تفوق لدرجه ان نسبه الاستحواذ كانت لصالح كايزر تشيفز. هنشوف بقى تعليمات مستر جوزيه وتعليمات ارتجال التركي. و2-1 والنادي الاهلي متقدم بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز اللي ما عملش اي تغيير في ما بين الشوطين. واحسن خطوط زي ما قلت في الشوط الاول خط وسطه وخط هجومه، خط دفاعه من السهل الضحك عليه، والجبهه الشمال بتاعته ارهقت تماما. ماركو رقم 13 ادي المدرب بتاعهم اهو محسن ارتجال التركي، ادي رقم 13 عمل ماتش جامد قوي، كان مضغوط عليه جامد ونجح النادي الاهلي يخترق مرتين. وهنشوف بقى احداث الشوط الثاني والاهلي متقدم بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز. تتلعب الكوره لفردريك، هل هيفرض عليه رقابه؟ انا شايف حسام غالي كده جرى وراه قبل اول حاجه، هنشوف هل حسام غالي هيقابله. اصل هم فيهم ميزه ما بيتقيدوش، بيروحوا للكوره وبيروحوا يتحركوا، فعلى خط وسط النادي الاهلي عبء كبير قوي قوي النهارده دفاعي وهجومي. عشان كده هنشوف التوازن. وادي اهو المدرب محسن ارتجال. ضربة مرمى للنادي الاهلي اماميه، جوزيه عادل سيد عبد الحفيظ يرجع كوره لعصام الحضري والجمعه، تعدي من ابراهيم سعيد اللي نزل مكان جilberto، تغيير كويس قوي قوي لجوزيه ما فيهوش اي عاطفه. اصول اللعب طالبه ابراهيم سعيد، وادي هادي اهو بيحاول يضحك عليه رقم 11 جابو مولي، انما هادي طبعا خبره وقوه وخد فاول. وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. عصام الحضري وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. تتلعب اماميه، سيريل بدماغه تسقط في نص الملعب، حسام غالي تتخطف، فردريك لسابو ترجع ورا لباتريك، ارثر الباك اليمين، ارثر رواني بره الملعب اوت. بدايه هاديه من كلا الفرقتين عكس الشوط الاول، كانت بدايه ساخنه من النادي الاهلي. يعكس ابراهيم كره حلوه قوي يجري عليها بيبو وبكعب رجله جميله قوي، مش بقول لحضراتكم خط ظهرهم تعبان، ولو اتكينا شويه عليهم ادي اهو خالد بيبو رايح للكوره وعارف هو هيعمل ايه، ولو كان بس سارع عبد الحفيظ كان مصحصح شويه معاه كان راح منه للجول. انما خالد بيبو النهارده هو اللي بيعمل لنا اللمحات الفنيه في هذا اللقاء، سواء باحراز او بالتمرير، احراز اهداف او التمرير. وضربه ركنيه للنادي الاهلي. خالد بيبو عاليه وحلوه، وائل جمعه يلعبها ضعيفه يطلعها باتريك توصل لابو مسلم. شوف استلام الكوره بقى تفرق كتير قوي، لوحده مفيش حاجه اتخطفت منه، بقت هجمه على النادي الاهلي. انما لحسن الحظ النادي الاهلي انها تطلع بره الملعب اوت. احمد السيد ورمي التماس للنادي الاهلي. حسام غالي هو وعادل مصطفى مسنطرين كلاعبي الدفاع عشان يقابلوا الاثنين اللي في نص الملعب 10 و12 اهو اللي معاه الكوره دولي عاملين ازعاج في خط الوسط. ماركو تخبط ورمي التماس للنادي كايزر تشيفز. تتلعب على طول من جوزيه، شوف بيتحرك ازاي عشان ياخد الكوره واداها له. ادي اللعبه من الحركه اهو، نموذج بقول لحضراتكم عليه. ادي جوزيه وجوزيه ضغط عليه مره اهو، ضغط 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 وتطلع كوره بره الملعب اوت. من بيبص لبعض الحكم ولاين زمان واخيرا اعطوها لنادي كايزر. تتلعب الكوره لسابو موكي،
سابه ماشي، سابه يضغط عليه وائل وتتخطف وتوصل لخالد بيبو، يلم خالد والناحيه الثانيه هناك فاضيه، انما ماشى بالكوره بدل ما يمرر يطلعها على طول بره الملعب اوت. هادي خشب. اول 5 دقائق ريتشارد طلع جوزيه ونزل ريتشارد رقم 17 واخد الجبهه الشمال، وطلع رقم 8 جوزيه. تغيير زي ما حضراتكم شايفين برضو هجومي اهو، الطرف الشمال هيبقى ماركو 13 وريتشارد رقم 17، 2 ارتكاز في النص رقم 12 سابو و10 فيردريك اللي خد الجبهه اليمين هناك، انما حسام غالي ماشي وراه، يقطع ارثر وماشي ويلعب الكوره لجابو رقم 11، تنزل الكوره لفيردريك، شوف بينقلوا الكوره 3 4 نقلات توصل لماركو الباك الشمال، على طول يلعب اول كوره يمسكها ريتشارد اهو اللي لسه نازل مكان جوسي، ويلعبها عرضيه تعدي من شون بروال، رضا شحاته يتضغط عليه، تعدي من ابراهيم سعيد ويسيبها هو على اساس يبقى رمي التماس للنادي الاهلي. لسه بدايه هاديه قوي من النادي الاهلي، و7 دقائق من الشوط الثاني والنادي الاهلي متقدم بهدفين، لهدف لكايزر تشيفز. احمد السيد يقطع ايزاك، احمد السيد مره ثانيه لحسام لسيد عبد الحفيظ. اي تمرير سريع للنادي الاهلي هيخطف الماتش النهارده، اي مشي بالكره زي ما احنا شايفين كده. وشوف التمرير السريع، شوف التمرير السريع بيعمل ايه، شوف ادي رضا وقوم يا راجل هيديها لك من بره 100%. هنا شوف حضراتكم اهو عمل الفاول معاه بره هنا، انما هو لو كان فيه قوه، انما كان رقم 18 حصله وضربه حره مباشره. وفينك بقى يا بيبو، حط هدف جميل قوي قوي من الحته ديت، بيلعبها ببطن رجله في الزاويه البعيده. هنشوف خالد بيبو النهارده بقى لو حطها ان شاء الله يبقى كده يعني راجل بيقول انا يعني ايه، يعني ما نحسدوش بقى وما نقولش، لان دي كور مش صعبه. والنهارده موجود كابتن طاهر في الاستاد النيل، انما طاهر كان بيلفها بوش رجله الخارجي طول ما هي ماشيه بتعمل لولبه وتبعد، لا اما بوش رجله الداخلي برده بتعمل لولبه، الجول لما يجي تبعد وهو رايح لها بتبعد، زي ما لعبها في الزاكي كده وزاكي مستنيها راحت رايحه. خالد بيبو يلعبها ببطن رجله، انما طاهر كان بيلعبها فيها لولبه وطول ما هي ماشيه بتبعد عن الحارس، بتاخد حرف واو. ودي مواهب بقى، ما هياش ابدا حاجه، دي موهبه زي رفعت فناجيلي ومرحوم رضا وطارق سليم، كابتن طارق اللي قاعد كان مدفعجي الله يرحمه نجيب مسكاوي كان مسميه مدفعجي طارق، وعبد بوراليس في نادي الزمالك عبد نصحي الله يرحمه. وضربه حره مباشره للنادي الاهلي والحيطه وخالد بيبو، والكل بيبص دلوقتي لخالد بيبو وداخل وبطن رجله ويطير عليها بريان بالوي ويطلعها ضربه ركنيه. النبادي غيرها في الناحيه اليمين، انما هو كان بيلطحها كده في المقص الشمال، انما بريان اول مره يختبر اختبار جدي فعلا، لانها في منتهى الصعوبه الكوره هي بتتعدى قدام حضراتكم في منتهى الصعوبه، انما بريان بالوي يحط ايده ويطلعها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه بتتعدى المره الثالثه اهو، بتتلعب ضربه ركنيه للنادي الاهلي وعاليه ومحمد سيد. يلا حظ وحش جدا جدا للنادي الاهلي، انما في رايه وفي صفاره. حظ وحش لاحمد السيد، احمد السيد القايم يشيل هدف اكيد للنادي الاهلي. طلع اهو شوف حضراتكم لعبها احمد السيد وتخبط في القايم. طب المفروض تخش جوه، والكره دي هيجي طبعا جماهير النادي الاهلي اللي في الاستاد هنا وليهم حق، لان دي هتصحصح كتير. بقول لحضراتكم خط ظهرهم وحش، ضغط هنجيب جوان وهنشوف. ادي كوره اهي ويرجعها سيريل ويشوطها بريان في نص الملعب، وهنا نص الملعب يتحكم تاني زي النادي الاهلي حكموا في الشوط الثاني اهو، خنقهم في نص الملعب بابراهيم سعيد وحسام غالي وعادل مصطفى ودي سيد عبد الحفيظ، وبيجري ومش اوفسايد. رضا مش اوفسايد، انما تروح الكوره لبريان بولوي. 10 دقائق من زمن الشوط
الثاني، ولا زال النادي الاهلي متقدم بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز. الاهداف كلها جت في الشوط الاول، خالد بيبو في الدقيقه 7 وحسام غالي في الدقيقه 30 وسيريل في الدقيقه 20. عادل والكره الاماميه في مساحه الفاضيه، هنا بقى الضغط وهنا لعبتك، هنا رضا، هنا رضا، هنا انما يضغط عليه الثالثه ثابته بقى يا عبد الحكيم الشلماني، انما الراجل هو فعلا لاعب على الكوره باتريك. انما شوف التمرير السريع عمل ايه، مرتين ثلاثه اهو، يعني بنقول اهو ان المساحات الفاضيه اللي في خط ظهر الكايزر ممكن يستفيد منها النادي الاهلي بالتمرير السريع. هات وخد، وانما يقطع برافو على طول احمد هادي خشبه، قطع كوره حلوه قوي هادي بذكائه كده، وتتلعب الكوره اماميه وعلى طول تسقط لرقم 17 ريتشارد، يلعبها ناحيه اليمين لارثر، لرقم 10 فيردريك هو اللي في الشوط الثاني خد الجنب اليمين، كان في الشوط الاول في نص الملعب. رقم 10 ده هو اللي رايح هناك عند ابو مسلم في الشوط الثاني، يبدو انه خد تعليمات انه يضغط على هناك، هنشوف لو اتكررت اللعبه دي. انما تضغط الكوره وياخدها ابراهيم وتطول وياخدها مره ثانيه. مش بقول لحضراتكم خط ظهرهم وحش، ولو بص لرضا ممكن، ولو خط بيبو يا راجل بيبو بيجري، مش ممكن. هدف اكيد، انا بقول هدف اكيد، اتنين بينطلقوا من نص الملعب، رضا وخالد بيبو، والراجل لو تتعاد مره ثانيه هدف 100%. ابراهيم سعيد اتاخر، مش عايزين نقول طمع في اللعبه رغم ان هو اللي خلقها لنفسه. لو شفناها مره ثانيه وشفنا مستر جوزيه هنلاقيه فرصه. شوف حضراتكم اللعب اتفتح قدامهم والتمرير السريع اهو والمساحات، انما لسه عاوزاه اهو في ضربه لخمه كده في خط ظهر كايزر تشيفز. وابراهيم سعيد لو مرر الكره اللي فاتت كان لا اما رضا راح منه للجول، لا اما خالد بيبو، انما لا ادى ده ولا عدى. تتلعب الكوره وعند ريتشارد، وريتشارد يخش على طول عبد الحفيظ، ونجح بقى في الحته دي اللي ما كانتش عاجباه من زمان، انما بدا يقتنع اخيرا وبدا اهو نشوفه. انما طبعا هو في نص الملعب عنده مساحه وعنده مسؤوليه اقل، انما هنا برضو حاكم الحته دي بالنسبه للنادي الاهلي كويس قوي. ابو مسلم ماشي وعاوز مساعده، ما حدش قرب له. حسام غالي قرب وخدها، وهو هنا اماميه لخالد بيبو وتطلع كوره بره الملعب اهو. قام اهو محسن ارتجال بيقول ايه الحكايه، حس في مدربين كده في تغيير تاني. سيسولي مكان سيسولي رقم 7 مكان رقم 9 شون بروال. يبقى الراجل بينشط هجومه، ما عملش اي حاجه بدفاعه، بينشط هجومه. رمى ريتشارد في نص الملعب ورمى سيسولي رقم 7. تغييرين اتعملوا اهو لكايزر قصاد تغيير واحد للنادي الاهلي. و12 دقيقة او 13 دقيقة من زمن الشوط الثاني. وانذار لحسام غالي تقريبا، يبقى في انذارين، واحد لجوزيه اللي طلع والثاني لحسام غالي. شوف الكرة بتجمع كل الشخصيات العامة سواء في مصر أو خارج مصر، رياضة كده. وتتلعب الضربة الحرة لسيسولي اللي لسه نازل ياخدها من آرثر، ومرة تانية يطلعها أحمد السيد وعلى طول لإبراهيم سعيد ويلعبها أمامية وطالع جون يقلش بقى، وإنما بعقل يلعبها لبريان لبره الملعب أول. والله لو حد يلعب كور سريعة لخالد بيبو ورضا في المساحات الفاضية، شوف قابله ازاي بفاول. ضربة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. اهو مستر جوزيه بيقول لهم اهو عاوزة شوية ذكاء وسرعة، هتلاقي النادي الأهلي فتح على كايزر تشيفز. ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. وسيد عبد الحفيظ، ومين هيقابلها هناك؟ وعاليه وحلوه وطالع فريان، انما الكره ما لبستش في دماغ ابراهيم سعيد، عدته وتروح على طول لرقم 7 سيسولي، واحمد السيد يقطع وعلى طول تتخطف احمد ومسلم، وقدامه مشوار ما حدش بيجي له عشان يسند عليه. تتخطف طبعا الكره، وبدات الجبهه اليمين اللي هناك في الشوط الثاني هي اللي بتنشط بتاعتهم.
ورمي التماس للنادي الاهلي. لاحظوا حضراتكم ان الجنب اليمين اللي فيه ارثر رواني وفردريك رقم 10 اللي راح هناك عامل دوشه هناك عند ابو مسلم. ادي ابراهيم سعيد، وهنا التمرير السريع وبلاش ماشي بالكوره وتطلع كوره بره الملعب اوت. انا كل مره بكررها كتير، انما لغايه لما هتيجي واحده، ولو عملوها كتير والله. كان زمان النادي الاهلي في رفعت فناجيلي من نص الملعب وهو واقف كده كان بتمريره طويله يوصل اي حد للجون. ادي كره تتلعب لخالد بيبو وحلوه وهو مغمض لسيد، ضربه مرمى لكايزر تشيفز. رايق النهارده وفايق جدا جدا خالد بيبو، لعب الكرة وهي جايه له عارف هتروح فين، ودي موهبه برضه. اوبا شفت وخطفها رضا ما بيبصش مين معاه وشاط ويطلعها بريان بالوي. لو بص بطرف عينه اهو اتنين، ابراهيم سعيد بيقول له انا اهو، ويعني عاوزه نوع من التعاون لانه هو جاي منين؟ جاي من نادي اصلا من المنصوره زي عبد اللطيف بيعتمدوا زي علاء ابراهيم بيعتمدوا عليهم اعتماد كل، ياخد الكوره هو صاحب الكوره، لكن لما بيجي فرقه كبيره واخد على انه صاحب الكوره لسه. شوف حضراتكم وضربه للنادي الاهلي وعاليه وحلوه وجميله، انما يمسكها على طول بريان بالوي. شوف احنا قلنا دلوقتي كم مره بريان يبقى النادي الاهلي هو اللي ضاغط وبريان مصحصح وشويه بس تعاون وشويه يعني ضغط شويه كده وزياده عاديه في الناحيه الهجوميه، النادي الاهلي يخلص ويرتاح. وهو مخلص دلوقتي متقدم بهدفين مقابل هدف لكايزر تشيفز وبنلعب في الدقيقه 17، انما يرتاح ويريح الجماهير الكبيره الوفيه اللي هنا واللي قدام الشاشه قدام حضراتكم. منظر الملعب جميل رغم ان التذاكر غاليه، انما الحب الناس للنادي الاهلي اغلى من اي حاجه زي ما حضراتكم شايفين، ويوم جميل يا رب ينتهي ان شاء الله بخير. وادي ابراهيم سعيد اللي بيلعب لغايه دلوقتي ما بانش اثره الدفاعي ولا الهجومي لغايه دلوقتي. ابراهيم رغم ان هو منزله على اساس ان هو راجل مدافع كويس جدا ومهاجم برده كويس وبيمرر كويس، انما لسه ما حسيناش بيه لغايه دلوقتي. ابو مسلم ورمي التماس للنادي الاهلي، ضاغطين هم على ابو مسلم وابراهيم سعيد اللي قدام مسلم سايبه، فبدا ابو مسلم هو اللي بيقابل لوحده دلوقتي اهو. شوف حضراتكم في الحته ديت هم ضاغطين على ابو مسلم هو اللي بيقابل اهو، وادي اهو بيتحركوا، انما يخش على طول هادي ويقطع وتوصل الكوره لايزاك ويطلعها بره الملعب اهوت على طول. خط دورهم مفتوح وتتلعب حلوه قوي قوي ناحيه الشمال عند رضا شحاته. رضا عاوز يعدي ما بيمررش. شوف حضراتكم الصوره قدامه عاوز يعدي، وكان جنبه سيد عبد الحفيظ طبعا تتخطف الكوره وياخدها ريتشارد ويفتح اللعب ناحيه اليمين، الحته اللي بتاعتهم بقى اللي في اليمين اللي في الشوط الثاني، وماشي على طول فردريك ماشي، انما برافو يقطع ابراهيم. هنا الملعب مفتوح خالص يا جماعه، مفتوح، واللي هيستغل الموقف كويس قوي، انما التمريره وحشه اهو. بدا المدرب بتاعهم هينزل الثالث في ويشرح له هيعمل ايه، المدرب بتاعهم لقطه كويسه، انما اللعب دلوقتي مفتوح وهم بيهاجموا على حساب الناحيه الدفاعيه. ولو النادي الاهلي ركز شويه لما يمسك كوره والله في كل هجمه ممكن جدا يجيب اهداف، لان هم دلوقتي بيهاجموا لمجرد الهجوم، ولكن نص الملعب بتاعهم ما بقاش بتاعهم في الشوط الثاني. ولكن النادي الاهلي ما هوش مركز، لا ابراهيم ولا عادل ولا حسام، ما فيش ترغيب في نص الملعب، وما نحسش بالخطوره الا لما الكوره بتيجي في رجل خالد بيبو بس، سواء بالتمرير. اوبا جول يا سلام، عصام الحضري ضحك على العالم كلها، ضربه حره مباشره وبريان بالوي طالع بره منطقه 18 زي ما انتم شايفين، وعصام الحضري بيحط حته كوره من قدام منطقه 18 بحوالي 10 ياردات، وبريان بالوي ما كانش مصدق او ما شافهاش تسقط وتخبط في العارضه زي ما حضراتكم شايفين. عشان واحد يقول لي هو الجون يقدر يجيب جون، هنقول له اهو شايف الكوره الجميله كوره يعني هتتحط في بتاع شينز دي اللي بيقولوا عليها، انما 3-1 في الدقيقه 20 يحط عصام الحضري حارس المرمى كوره جميله جدا جدا عشان يريح الجماهير ويريح الساده المشاهدين، وكوره مباغته فيها ذكاء جميل. وادي اهو قوم يا راجل مستر جوزيه طبعا تعدل يأتك وتاخد نفس كبير قوي وتقعد بقى. ومين اللي قعدك القعده الحلوه دي انت والكابتن طارق والاهلي كله؟ عصام الحضري اصبح الراجل
يعني الاسد في عرينه، وفي نفس الوقت بيجيب اهداف. حاجه جميله جدا، حارس المرمى الهداف. طب احنا بنشوف ان من ضربات جزاء ماشي، انما اقول لحضراتكم مفتوحين خالص اهو، مين هيخش هنا كمان؟ وده يعني عاوزه تركيز. شوف حضراتكم خط ظهر مهلهل بتاع كايزر تشيفز 3-1، انما هم هيهجموا اكتر وهيفقدوا صوابهم اكتر. هنا فرصه بقى للنادي الاهلي يهدى شويه وياخدهم كده بالراحه ويخلص الماتش. شايف انا رقم 15 مين؟ الدكتور كومالو اللي هو مساعد المدرب، واللعيب العجوز بتاعهم هينزل. 3-1 للنادي الاهلي. تتلعب الكوره انما طلعت بره. هنا بقى فرق المهارات وفرق الخبره، ويعني كوره جميله يعني دي تطلب ما يطلبه المشاهدون. هيطلع رقم 10 اخطر واحد فيهم فردريك اهو. شوف الكوره، الكوره دي تطلب كده دايما ما يطلبه المشاهدون. يقولوا لكم احنا عاوزين كوره عصام الحضري في مرمى كايزر تشيفز. لكنها كوره حلوه قوي. نزل رقم 15 اللعيب العجوز بتاعهم دكتور كومالو رقم 15، عشان كان بيحضروا عشان يهدي اللعب بيه اهو. اللي معاه الكوره ده وهو اللي يقود الفرقه، انما ما لحقش عصام الحضري، بوظ عليه الشغله كلها. انما الكوره فيها العجب. احنا بنلعب دلوقتي في الدقيقه 21، والنادي الاهلي لازم يلم نفسه دلوقتي تماما، عشان خاطر هم هيهاجموا بلا هواده وما عندهمش حاجه يبكوا عليها. فالنادي الاهلي ممكن جدا يثبت شويه، وادي اهو باينه جدا النتيجه عليهم. يثبت شويه ويهدي شويه ويمتص. هنا بقى الشغل المحترفين، انه هنا عارف ان هم هيضغطوا، لازم النادي الاهلي يمتص ويهدى بقى ويهدي رتم المباراه شويه، ما يهكش هيجانهم، لان الهيجان لصالحهم والهدوء لصالحنا دلوقتي. 22 دقيقه واصبحت من الشوط الثاني، واصبحت النتيجه تقدم النادي الاهلي ب3 أهداف مقابل هدف لكايزر تشيفز. ادي الكره العرضيه، وابو مسلم يغطي ويطلع كوره، ومطلوب تركيز من لاعبي النادي الاهلي في الوقت ده، مطلوب تركيز. وكمالو يفتح اللعب هناك عند ارثر وابو مسلم. يخش ابو مسلم ويقطع، وتخش كوره تخبط الكوره في رجل جابو وتطلع بره الملعب اوت. فاول وضربه حره مباشره، والمدرب بتاعهم اهو محسن اردجال قام. طبعا هدف عامل زي الضربه القاضيه الفنيه في الملاكمه، يعني على سهوه كده طخ الراجل راح وقع ما يقومش. عملها عصام الحضري. تتلعب الكوره ووائل، والمساحه الفاضيه الجميله اللي لسه لغايه دلوقتي رضا شحاته ما استغلش حاجه منها، انما بيبو اهو وبيرد عليا وبص يا راجل بره بقى، انما بيقول الكوره تعدت خط التماس. رمي التماس تتلعب لجابو، وجابو يلعبها لدكتور كمالو. لارثر رواني، لرقم 7 سيسولي، لرضا شحاته على طول اهو بيمرر. دوس بقى يا راجل، وانما خدها رضا وممكن يلعبها بكعبه حلو قوي. وفين اللي هيستنى كوره ابراهيم يا راجل بدماغه؟ فين هنا على طول يا سيد؟ جول. شفتوا اللعب السريع من الصبح، من اول ما لعبنا واحنا بنقول اي كوره سريعه واي تمرير سريع الفرقه دي هتقف زي ما هي واقفه كده، والنادي الاهلي يحط الهدف الرابع الجميل جدا في الدقيقه 24 من سيد عبد الحفيظ اللي ما كانش عاجبه يلعب في الحته دي، تمرس كده خلاص في الباك اليمين في الدقيقه 24 من الشوط الثاني، يحط هدف جميل من صنع مين؟ من صنع رضا شحاته وصنع ابراهيم سعيد وتنفيذ سيد عبد الحفيظ. 4-1 وفي الدقيقه 24. وبقول لحضراتكم الصبح الرباعي خط الظهر بتاعهم ده على قد ايدينا، انما الاهلي ما استغلوش مظبوط، انما هو بدا يستغله مظبوط. 4-1. ممكن النادي الاهلي النهارده يعمل يعني نسبه اهداف كبيره جدا عشان خاطر ان دي مباراه تاريخيه وتتحسب له وتتحسب للاعيبته. 4 الاهلي 1 كايزر تشيفز. ادي ارثر وعكسيه على طول ريتشارد بدماغه وتطلع بجوار الاهلي. 4-1
لصالح النادي الاهلي. وادي الحكم اهو بيحذر تحذير شفهي كده لعصام الحضري، بيقول له العب. ياه ياه، ادي عصام الحضري اهو، وادي ضربه المرمى وتتلعب على طول اماميه. باتريك احد اللعيبه اللقطه لخط هجوم النادي الاهلي اللي ما فهموش غير الاخر. وبدا اهو ابراهيم سعيد يضغط هنا اهو والضغط هنا يغلط. وادي اهو فريان بالوي يا عم بيقول انا يعني ماليش ذنب، انما في قدامي خط ظهر مفتوح. وتتلعب الكره اماميه وهيحاولوا هم يضغطوا عشان يحسنوا النتيجه. لازم النادي الاهلي يهدى بقى برده شويه ويمتص الحماس الهجومي اللي عندهم والعصبيه ويروح الملعب. رمي التماس للنادي الاهلي. 4-1 وبنلعب في الدقيقه 26 من زمن الشوط الثاني. سيد عبد الحفيظ بره الملعب، اوت. رمي التماس لكايزر تشيفز. سابو تعدي لريتشارد وعرضيه، والحارس الهداف عصام الحضري يمسك الكوره. شارع اسمه رضا شحاته دلوقتي ممكن النهارده يخش بيه التاريخ. رضا شحاته وعنده شارع عكسي، اما ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، انما ما اتظبطتش. وتروح الكوره لسيرين، لارثر رواني، لسابو كمالو، وبينيه وحلوه انما وائل يقطع، وعرضيه وجميله جميله جميله جميله، ويخش على طول. برافو، يخش ابو مسلم ويخطفها ويكمل عليها احمد السيد. لازم نهدى في الخمس دقائق ديت، لان هم خلاص فتحوا اللعب، واعتقد ان هم بيحاولوا يحسنوا النتيجه. دلوقتي بنلعب في الدقيقه 27 و4 النادي الاهلي و1 كايزر تشيفز. والهدوء دلوقتي وامتصاص الحماس بتاعهم هو المطلوب في الوقت ده، مع التركيز على الكرات الطويله اللي زي دي كده. هو في العمق بيغلطوا كتير اهو. تتلعب الكره تروح لابو مسلم، يرجعها له مره ثانيه على صدره. شوف بيغلطوا ازاي. وادي انما رضا طبعا بعيد عن الملاعب بقاله فتره، انما لعيب كويس بيمسك وبيحاول يعدي. وقليل قوي لما تلاقي لعيب عنده الشجاعه اللي هو يعدي، بيبقى لعيب وما بيضربش لخمه، انما عنده ان هو يعدي، وهو متاخد من نادي منصور عشان بيعدي. انما الركنه طبعا بتاثر في اللعيب. تتلعب الكوره، يعني لو خد فرص ايفيلينو كان النهارده يبقى عالي قوي قوي قوي. تتلعب الكوره ويطلعها وائل جمعه بره الملعب اوت. ماركو اللي ما شفناهوش الشوط الثاني، اللي هم بيهجموا من الطرف اليمين هناك. وتتلعب الكوره، وادي عادل على طول. يا سلام، كعب من بيبو، تتقطع وتروح للدكتور كومالو، ياخدها عادل ويديها لسيد عبد الحفيظ، وبره الملعب اول رمي التماس للنادي الاهلي. وانت داخل من على المقصوره، النادي الاهلي عامل بطولاته في مربع جميل جدا جدا. ما نشوف بس اللعبه دي تتلعب، وهادي بالهداوه كده يقطع. والتمرير السريع فين؟ التمرير السريع ايوه، ادي رضا شحاته، وعلى طول لو رماها لقدام ادي شوف التمرير السريع. وهو لو عدى وخد فاول فيها انذار ديت اعتقد يعني اهو. هنشوفها مره ثانيه. عدى الراجل اهو، ورقم 5 وانذار لباتريك رقم 5، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. بطولات كتيره، دوري عام 29 مره، وكاس مصر 31، بطوله ابطال الدوري 3، بطوله ابطال الكاس 3، بطوله نخبه عربيه 2، بطوله انديه 1، اسيويه 1، وعربيه ابطال الكؤوس 2. عاملينها كده في لوحه جميله جدا، وانت داخل المقصوره تحس كده انك داخل على نادي القرن فعلا.
والنهارده اهو البطوله اللي ما كانش استحوذ عليها ولا خدها لغايه دلوقتي متقدم 4-1، ويبقى كده خد كل البطولات. ما تتلعب الكوره وتوصل لسيد عبد الحفيظ، يلعبها تخبط، ورمي التماس للنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ اللي احرز هدف جميل من تمريره جميله من ابراهيم سعيد، وكانت اجمل من رضا شحاته. يقطع ماركو وتطلع بره الملعب اوت. خلاص فقدوا صوابهم وتركيزهم، واعتقد بيلعبوا تحصيل حاصل. بعثت النادي الإسماعيلي في طريقها لملاقاة فيرو فيارو في دور ال 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية. ريال مدريد يفوز على ريال بيتيس ب3 أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الأسبوع 26 للدوري الإسباني. تأهل بايرن ميونخ لقبل نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على فرايبورغ ب7 أهداف مقابل هدف واحد. ميدو يقود توتنهام إلى دور الثمانية لكأس إنجلترا. ممكن يجري الناس، ودي موهبه من خالد بيبو ان هو يقدر يجري ويسيطر على الكوره. يعني انا لو مستر جوزيه على طول اقوم، وهو في الاحتياطي النهارده وليد صلاح الدين يقدر جدا ان هو في نص الملعب الفاضي قوي ده يقوم بموهبته تماما. اللعيب عنده موهبه استلام وتسليم زي بيبو كده ومك، وبيشوف الكوره وهي جايه بيشوف هيديها لمين. تتلعب الكوره وياخدها دكتور كومال ريتشارد لسابو، تروح لسابو مرة تانية ورايا وصفارة، وضربة حرة غير مباشرة على ريتشارد. خلاص كل اللي موجود في الملعب ويمكن اللي قدام الشاشة دلوقتي عاوز الوقت اللي فاضل، احنا في الدقيقه 32 اهو من زمن الشوط الثاني. عصام الحضري من نفس الحته والناس بتقول له ايه هي وبرده بريان بولوي واقف على نقطه منطقه الجزاء، انما طبعا مش كل مره تسيب الكره لعبها. يعني الهدف ده هيفضل هدف تاريخي، او النهارده يعني الاهداف التاريخيه دي الاهداف التاريخيه اللي بتتحسب لك دوليا، اللي بتبقى فيها نوع من الزياده على الناس اللي بره في اوروبا زي حسام حسن، اللي بتغير نتيجه لبطوله، اللي فيها حاجه نادره جدا من المهاره. حاجات كده مش اي هدف بيبقى تاريخي الا اذا كان فعلا تاريخي. هدف بطوله، هدف في كاس عالم تاخد بيه الكاس او بتاخد بيه بطوله زي النهارده، حاجات كده. يعني النهارده الاهداف التاريخيه فعلا لازم نقول اهداف تاريخيه لعصام واصلا لخالد بيبو. هوبا وتتلعب كوره وهادي خشبه يلعب على طول، وفي كده هدوء نسبي بلا تركيز من النادي الاهلي، وفي برضه عصبيه هجوميه من كايزر تشيفز، وطالع متاخر وغلط عصام، وفي تصميم انما تروح له لعصام الحضري. هنا بقى لازم مستر جوزيه يقوم، لازم مستر جوزيه يقوم، ولازم ينظم صفوفه مره ثانيه عشان اليوم ينتهي جميل وحلو. وهنشوف يشوط عصام الحضري، هو فعلا قام مستر جوزيه اهو وبيسخن واحد، بيسخن. هنشوف كان بيسخن لعيب هشام تقريبا. النادي الاهلي بيستعد ويعمل تغيير. شادي محمد هو اللي بيستعد عشان ينزل، رقم 7 شادي بياخد تعليماته النهائيه. شادي من مستر جوزيه هيرميه في نص الملعب تقريبا، على اساس ان هم دلوقتي بدأوا يرموا بكثره عدديه مش باكين على حاجه، فبيظبط الناحيه الدفاعيه بتاعته مستر جوزيه اهو مع مع الحكم الرابع صلاح البري بيستعد عشان ينزل.
انما الكره تطلع بره الملعب اوت. هنشوف هينزل مكان مين. هيطلع ابو مسلم وينزل شادي. فعلا مجهد النهارده ابو مسلم واتعمل عليه ضغط في الشوط الثاني جامد. فيا ترى هيلعب شادي باك شمال ولا احمد السيد هو اللي هيلعب باك شمال؟ هنشوف. عموما احمد السيد برضه هو فعلا راح طرف شمال، وشادي هو اللي هينزل جنب هادي خشبه وائل جمعه. ده التغيير الثاني للنادي الاهلي. 35 دقيقه من زمن الشوط الثاني الجميل، ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي ب4 أهداف مقابل هدف لكايزر تشيفز. الشوط الاول انتهى بتقدم الاهلي بهدفين احرزهم خالد بيبو وحسام غالي، مقابل هدف لكايزر تشيفز احرزه سريل. واهو النجم نجم قام وليد صلاح الدين بيسخن اهو على طول الملعب. دي حاجه بتاعت ربنا، النجوميه والقبول والكلام ده، دي نتيجه سلوك اللعيب نفسه وادبه وحرفنته وتدريبه وانتظامه وقله مشاكله مع ناديه، وبتفضل معاه بعد ما يبطل كمان. ومنهم الوليد صلاح الدين اللي بيسخن دلوقتي. تتلعب الكوره. الشوط الثاني احرز عصام الحضري. واحد يقول لي عصام الحضري احرز الهدف، اقول له احرزه من ضربه حره مباشره في الدقيقه 20، ولعبها من قدام منطقه 18 بحوالي 15-20 يارده ساقطه ورا الجول اللي كان متقدم عند نقطه منطقه الجزاء. ثم اضاف سيد عبد الحفيظ هدف جميل برضه في الدقيقه 24. تتلعب الكوره ولا زال كايزر تشيفز بيحاول انه يحسن النتيجه. ادي مستر الدكتور كمالو وحلوه يخش على طول احمد السيد ويطلع كوره ضربه ركنيه. لازم يركز النادي الاهلي دلوقتي عشان ينهي المباراه. شوف حضراتكم الطرف ده مفتوح خالص، وريتشارد هو اللي عمل اكتر من كره خطره. لازم يتقفل مظبوط بقى دلوقتي، ودي احد عيوب الكره المصريه، لما تكون متقدم بتنسى الناحيه الدفاعيه بتاعتك. تتلعب الكوره وتوصل مره ثانيه لسابو ويلعبها تخبط، وادي هادي خشبه والهجوم السريع المطلوب يلعبها حلوه قوي قوي، انما ما جراش عادل مصطفى وتتخطف. يقطع سيد اللي عامل ماتش كويس قوي النهارده. سيد لهادي طبعا هو اللي وازن خط الظهر بعقل واتزان، وعاوز يحدي ابراهيم سعيد، انما عاوز يضيف حاجه يقول انا اهو مش جايه معاه الكوره، لان الكوره تطيع من يطيعها. حسام غالي، عادل مصطفى، سيد عبد الحفيظ، وائل جمعه، ابراهيم سعيد، وعدى وماشي، انما بايده تقريبا ولا رفع رجله. هنشوف. الحكم مصفر واللاين زمان رافع على اساس ان هو رافع رجله وخد فاول. توصل للدكتور كومالو. ادي ابراهيم عاوز يعمل حاجه انما مش جايه معاه، لانه يعني لعيب كويس قوي قوي لكن مش منتظم. تتلعب الكرة هناك عند جابو وشادي، والحته المفضله بتاعتهم تتلعب من دكتور كومالو بره الملعب. 38 دقيقه وباقي على انتهاء المباراه حوالي 7 دقائق 8 دقائق غير الوقت بدل الضائع، والنادي الاهلي يحرز البطوله اللي ما كانش احرزها قبل كده، انما احرز البطوله اللي ما دقش طعمها، دق كل طعم البطولات المختلفه الافريقيه والعربيه والانديه، والبطوله دي ما كانش لسه دق طعمها، واعتقد لها مذاق خاص هذه البطوله، لانها البطوله اللي كان بيبحث عنها، ويبقى كده قفل كل بطولاته. ف8 أو 7 دقائق والنادي الاهلي يشوف او يذوق طعم كأس السوبر، هل هو زي كأس الكؤوس أو كأس الأبطال أو كأس مصر أو الدوري؟ هو بقى اللي هيقول، هم اللعيبة اللي بيسطروا بالتاريخ دوت. ضربة ركنية للنادي الأهلي، تتلعب قصيرة وعرضية، وإبراهيم ومش أوفسايد وفوق، وضربة مرمى، إنما كان في راية وصفارة أهو، ضربة حرة غير مباشرة على إبراهيم سعيد.
بدأ اللعب يبقى على الكيف دلوقتي من الفرقتين. النادي الاهلي اطمأن للنتيجه، وكايزر تشيفز بيحاول ان هو يحسن النتيجه، فبدا اللعب النهارده بقى من غير مدربين، وبدا كل لعيب عاوز يحط موهبته. يا ترى هنشوف في الخمس ست دقائق اهداف فيها طعم الموهبه ولا طعم ايه؟ هنشوف بالظبط. ضربه حره مباشره لكايزر تشيفز. ماركو وليد اهو بيستعد عشان ينزل، واحنا بنلعب في الدقيقه 39 او داخلين في الدقيقه 40، وتتلعب الضربه الحره المباشره. تتقطع أمامية، إنما يقطع ماركو ويرجعها لبريان. بريان على طول لسيرين، هيضرب لخمة ويلعبها على طول لسابو، لدكتور كومالو، باتريك، جابو، لدكتور كومالو، يقطع ارثر مواني. 3 4 5 نقلات يحاولوا يخترقوا بيهم هات وخد، انما شادي مقفل. اتحرك هناك وتطلع كرة عرضية ويمسكها على طول عصام الحضري. ادي وليد بيستعد عشان ينزل عشان يعمل فاصل من المواهب. انا لو منه اعمل كده، وهو القادر انه يعملها. هنشوف هينزل مكان مين. اعتقد هينزل مكان رضا شحاته، وتصويبه وصدى من عصام الحضري الحارس الهداف، ويطلعها ضربه ركنيه. فعلا هيطلع رضا شحاته. الحكم الرابع صلاح البري بيعلن طلع رضا شحاته ونزل وليد. شوف حب الجماهير، وعلى فكره لازم نحيي رضا شحاته لانه لعيب اتركن كتير، والنهارده والماتشات اللي قبل كده لفت الانظار ان انا لعيب كويس. هو فعلا لعيب كويس، ولو خد فعلا الجمهور بيحييه اهو، ولو خد فرصته زي ما اخذ ايفيلينو والمباريات دي ممكن جدا جدا يرجع الى فورمته مره اخرى ويفيد النادي الاهلي تماما. اهو الجمهور بينادي عليه، وحاجه جميله جدا. حاجه جميله جدا من جماهير النادي الاهلي بتحيي رضا. وبره الملعب اوت. 42 دقيقه من زمن الشوط الثاني. 4 النادي الاهلي، 1 كايزر تشيفز. والنادي الاهلي على ابواب البطوله التي كان يبحث عنها ومرارا، اهو بينه وبينها حوالي 5 دقائق ان شاء الله، ويبقى كده النادي الاهلي احرز كل البطولات الافريقيه، يعني مش كلها، كل بطولات افريقيه عربيه خد، اسيويه خد، ابطال الدوري خد، دوري عام خد، كاس مصر خد، كاس الكؤوس خد، نخبه عربيه خد، والنهارده كاس السوبر لابطال الكؤوس مع ابطال الدوري اللي هم. تتلعب الكوره لسابو موكي اماميه. يحسب لكايزر تشيفز ان هو على اداؤه الهجومي على مدى الشوط الثاني، وبيحاول ان هو يحسن النتيجه، ولكن النادي الاهلي مش مديله فرصه في الشوط الثاني. مقفل مظبوط وبيلعب على حدود منطقه جزاء مظبوط، والمساحات الفاضيه اللي في خط ظهر كايزر تشيفز استغلها النادي الاهلي كويس قوي، احرز هدفين، ومنها هدف التاريخي لعصام الحضري اللي لعبها من قدام منطقه 18 بتاعته ساقطه، وكان حارس المرمى كايزر تشيفز بره جونه عند نقطه منطقه الجزاء، ولقاها خبطه في القايم وتخبط فيه وتخش. وصل ذهول الجميع، لان ما حدش ابدا فكر ان عصام الحضري هيشوطها في الجول، انما ده ذكاء لعيب. ادي ابراهيم سعيد بيلعبها مزنوقه لخالد لوليد.
سيسولي رقم 7 لارثر رواني. والنادي الاهلي طبعا سايب كل اللي بيحصل ده بمزاجه، لكن لغايه ال 30 ياردة الاخيره وادي الكاس اهو اللي النادي الاهلي كان متحفز له. ولعل مباراه فيزتاك كانت احسن رب ضاره نافعه اللي خلت النادي الاهلي انه يكتشف كل العيوب عشان يحطها النهارده ويبدا رحلته في الدوري العام ورحلته في البطولات الافريقيه ورحلته مع فيزتاك هناك عشان يقول له انا كنت مش في حالتي في مباراه العوده ان شاء الله، هو ونادي الزمالك والنادي المصري وغزل المحله. وكل ما يهمنا من كل ده الفريق الوطني ايضا طبعا، لان هو المفروض ايه الفايده اللي احنا بناخد البطولات الافريقيه كانديه وبعدين في بطولات الامم الافريقيه او في تصفيات كاس العالم ما نخشش هنا، لازم يخدم هنا. ودي ده اللي بنلعبه، ده هدف لاسمى للهدف السامي اللي هو بطوله الامم الافريقيه وتصفيات كاس مصر كاس العالم والمنتخب الوطني. سيد عبد الحفيظ اللي تالق هنا، هو كان اول ما لعب في الحته دي ما كانش عاجبه، انما لقى نفسه في الحته دي. وادي خالد بيبو اللعيب اسرع لعيبه بيعديها ما بين رجله حته شراب كده وتتخطف وياخدها سيريل السنتر هاف، بيطلع قدام سيريل بقى جاب هدف وبيقول انا نعوض، انما اول حاجه هيقولها له المدرب بتاعهم خط الظهر الضعيف اللي بيلعب 4-4-2 وخطوطه مفتوحه، والنادي الاهلي استغلها كويس قوي. ابراهيم سعيد لخالد بيبو، وهنا بقى اللعبه بتاعته، هل هيعمل هات وخد ولا هيجري؟ اهو هيجري وجرى وسريع في الحته ديت وتطلع كوره ضربه ركنيه ويطلعها منه باتريك. طبعا شفتوا حضراتكم دي الميزه بتاعت الراجل ده، اللي الحته دي اللي كان بيعجن الكوره فيها ويجري فيها ويلعبها في الاسماعيلي ويرجعها بره للهداف بتاعهم. ضربة ركنية للنادي الأهلي. كده بنلعب في الدقيقة 45. وادي وليد ويطلعها على طول إيزاك، وهجمة لكايزر بيجري بيها آرثر، والحتة المفضلة بتاعتهم في الشوط الثاني. إنما في صفارة وفاول وإنذار لشادي، خد إنذار شادي، ظهر شده. الملعب كله بيصفر، والحكم عبد الحليم الشلماني من ليبيا الشقيق اللي حكم مباراة جميلة جدا جدا جدا، هو الميقاتي الوحيد. 4 النادي الأهلي 1 كايزر تشيفز. ودقائق قليلة سيداتي أنساتي ساداتي ويتوج النادي الأهلي بطلا لكأس السوبر لأول مرة يحرز النادي الأهلي، غير البطولات اللي أحرزها قبل كده اللي قلناها لحضراتكم هنقولها مرة تانية. إنما هنشوف الأول تصميم كايزر تشيفز إن هم يحسنوا النتيجة. أمامية سابو موكي ماشي، سابو وعاوز يشوط تخبط في وائل وتروح لسيد وليد. واخيرا يصفر الحكم الدولي الليبي عبد الحليم الشلماني بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز النادي الاهلي ب4 أهداف مقابل هدف واحد لكايزر تشيفز.